أهلا بكم في حلقتنا الأولى من 5 توبون نو هانايومي، حيث نبدأ رحلة مليئة بالتحديات الأكاديمية والرومانسية. في هذه الحلقة سنتعرف على فوتارو أوسوغي، الطالب المتفوق الذي يجد نفسه فجأة يدرس ل5 توائم متشابهات في الشكل ومختلفات في كل شيء آخر. فلنبدأ القصة. في الحلقة الأولى من الأنمي تبدأ القصة بمشهد حيث تظهر ال5 توائم إتشيكا، نينو، ميكو، يوتسوبا وإتسوكي يجلسن معا حول طاولة. يبدأن بالتحدث عن مشاكلهن الخاصة، حيث يظهر الأنمي كيف أن كل واحدة منهن تختلف عن الأخرى في شخصيتها وتوجهاتها. ثم يظهر الأب الذي يملك فكرة لحل هذه المشاكل المتعلقة بتعليم بناته، خاصة أنهن يعانين من ضعف في التحصيل الدراسي. هو يقدم حلاً بأنهن يجب أن يواجهن تحديات مع مدرس خصوصي، وهذا يقودنا إلى تقديم فوتارو أويسوغي الذي يصبح معلمهن الجديد. تتوجه العائلة إلى رحلة سياحية. في هذه الرحلة يذهبون إلى البحر ويشاهدون القروش، حيث يظهر كيف يتفاعل كل توأم مع المواقف المختلفة. من بين التوائم هناك واحدة فقط يبدو أنها إتشيكا تجيد اللغة الإنجليزية بشكل جيد، بينما الآخرون يواجهون صعوبة. بعد العودة إلى المنزل يتم اللقاء بين فوتارو الذي بدأ كمدرس خصوصي للتوائم والأب. يبدأ فوتارو بالعمل مع التوائم، وبهذا يبدأ تحدي فوتارو في مساعدة الفتيات على تحسين درجاتهن في الوقت نفسه الذي يتعامل مع شخصياتهن المختلفة، مما يجعل مهمته صعبة ومعقدة.